علاش الحكم في بينالتي ديال المنتخب الوطني انولاه وعطى فوت المنتخب ديال الاكوادور؟ العائله الكرويه، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا نشرحوا اللقطه ديال ركله جزاء ديال المنتخب الوطني اللي زقلها العناوي في الاول، ومن بعد جا اللاعب حريمات سجل الهدف. من وراها جا الحكم انولا البينالتي وعطى كره للمنتخب ديال الاكوادور. علاش هادشي؟ فحسب القانون 14 اللي كيهضر على ركلات الجزاء، غنخلي لكم هذا الطابلو هذا اللي كيحاول يلخص المخالفات ديال تنفيذ ركله الجزاء. فهنايا عندنا في حالة دخول أحد لاعبي الفريق المهاجم إلى منطقة الجزاء، اللي هو في هذه الحالة هذه حريمات، بعدا قبل ما ندخلوا حريمات فعلا داخل، والخط يعتبر ضمن منطقة الجزاء. دونك هو اللي كانت في الخط، الراس ديالو متقدم والركبة ديالو حتى هي متقدمة والجسد ديالو، دونك هذه ما غنناقشوهاش. دونك حريمات فعلا متقدم. إذا هنا تيقول لك في حالة دخول أحد لاعبي الفريق المهاجم إلى منطقة الجزاء إذا سجل الهدف هنا كيعنيو بها هو أنه ديك ركلة جزاء مباشرة من ديك النقطة فاش غيتيرها العناوي تماركا. ولكن حنا اللي كيهمنا هو إذا لم يسجل الهدف، العناوي ضرب البينالتي حيدها الجول، يعني هنا لم يسجل الهدف. هنا فين غادي تطبق إذا كان له تأثير، يعني حريمات كان عنده تأثير، جا ولعب الكرة وماركاها، كتعطينا هنايا من بعد ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس. وهذاك الشيء علاش بزاف ديال الناس شافوا على انه الحكم هز يديه قال لك لا راه تسلل، ما كاينش تسلل في ركله الجزاء، وانما داك لو سين كيعني على انها ركله حره غير مباشره. ونتمنى انكم استفدتوا، بارطاجيو مع اصحابكم تاهم.